واحد السلام عليكم الشباب. كيف راكم مزيانين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. المهم القصة ديال اليوم كتبدا مع الشاب اللي سميتو ياسين وكيفاش قدر يسافر عبر المستقبل. هادشي كامل غادي نعرفوه دابا. المهم بلا ما نطول عليكم بزاف ويلا نبداو. كتبدا القصة في واحد الحومة شعبية في وسط مدينة كازا. كان واحد الشاب سميتو ياسين. ياسين ماشي بحال الدراري اللي معاه، كان عنده عقل ديال الباحث، ديما تيقلب على جديد، كيعشق التكنولوجيا وكيقرا بزاف على المستقبل بحال الا باغي يسبق الزمان. كان كيخدم في النهار مع باه في المحلبة، وبالليل كيشد البيسي ديالو القديم وكيبقى يقلب في المواقع والكتب الإلكترونية على الاختراعات. حتى لواحد النهار ياسين كان دايز من واحد الزنقة مهجورة في المدينة القديمة، وشاف محل صغير بحال شي مكتبة قديمة. الباب ديالها مغطي بشي دخان خفيف بحال السحاب، والفوق ديال الباب مكتوب بحروف غريبة ما فهمهمش. الفضول شدو، قرب وفتح الباب. ملي دخل لقى راجل كبير في العمر، لابس جلابية بيضاء وعينيه كبار كيبانو بحال المرايات. الراجل شافو وقال ليه: مرحبا بك يا ياسين، كنت كنتسناك. ياسين وقف بلا ما يقدر يتحرك. شنو؟ كتعرف سميتي؟ الراجل ضحك وقال ليه: ماشي مهم نعرف شكون انت، المهم هو الاختيار اللي عندك. تبقى تعيش حياتك كيف ما هي، ولا تدخل لبوابة المستقبل وتشوف اللي عمرك ما شتيه. قلب ياسين بدا كيدق بزربة، والفضول ديما كان هو السلاح ديالو. قرب وقال: بغيت ندخل. الراجل الكبير في السن فتح باب ديال الحديدي كيضوي بحال شي قوس قزح، والالوان كيتحركوا بحال الموج. ياسين دخل خطوة، وفجأة لقى راسو في مدينة ما عمر عينيه شافت بحالها. بنايات كتطلع للسما وكيشعلوا بالأنوار، سيارات طايرة بلا رويض، وشاشات كبار كيعرضوا وجوه الناس بحال المراقبة. جا عنده روبو صغير كيضوي من عينيه وقال ليه: مرحبا بك ياسين، انت دابا وسط المستقبل. هنا كل شيء مراقب، وكل واحد خاصو يكون عنده قيمة واضحة للمجتمع، وإلا كيتحذف. ياسين تصدم: كيتحذف؟ ايه، هنا ما كاين لا لعب لا صداع، اللي ما كينفعش ما عندوش بلاصه معانا. ياسين بدا كيتفرج في الناس، كل واحد لابس لباس كيضوي بحال الكريستال، كيتحركوا بحال الروبوتات، بلا ابتسامه بلا كلام بزاف. التكنولوجيا واخده حياتهم كلها، حتى العلاقات ديال الحب والصداقه ولات نادره. نهار على نهار ياسين بدا كيحس بالفراغ. بزاف عندهم الراحه والتطور، ولكن القلوب ناقصين. واحد العشيه وهو كيدور في زنقه مهجوره في ذاك المستقبل، لقى باب صغير مخبي. دخلوا لقى مجموعه ديال الدراري كبار وصغار جالسين كيهضروا ويضحكوا، بلا روبوت بلا مراقبه. واحد منهم قال ليه: مرحبا، انت زعما من الماضي بحالنا؟ ياسين تعجب: شكون نتوما؟ حنا حراس الذاكره، كنجمعوا الناس اللي دخلوا من بوابات مختلفه باش نحافظوا على الانسانيه اللي ضاعت وسط هاد الحديد والالات. ياسين حس براسو لقى العائله ديالو جديده. بدا معاهم كيتعلم كيفاش يواجهوا النظام، كيديروا خطط باش يفيقوا الناس من النوم الالكتروني اللي عايشين فيه. كانوا كيستعملوا التكنولوجيا نفسها ضد النظام، فيديوهات سريه، رسائل مشفره، وحتى موسيقى باش يفكروا الناس بالحساس. مع الوقت ولا ياسين هو الشاف ديالهم، كان كيهضر قدام المجموعات السريه وكيقول: المستقبل بلا قلب ما كيساوي والو، التقدم خاصو يمشي مع الانسانيه ماشي ضدها. النظام بدا كيحس بالخطر، الروبوتات ولات كتحاصرهم، والمطاردات بدات. ولكن ياسين كان ديما سابق بخطوه. كان كيعرف ان البوابه اللي دخل منها ماشي غير باب للزمن، ولكن اختبار. واش غادي يضيع وسط الضوء الحديد، ولا غادي يوري للعالم ان الانسان اقوى من اي برنامج؟ القصه بقات مفتوحه، ولكن واحد الحاجه كانت واضحه: ان ياسين وحراس الذاكره ولاو الشراره اللي غادي تغير المستقبل كامل. هنا كتكون رسالة القصة ديالنا. إلا عجباتكم القصة خليوها لي لتحت في الكومنتيرات باش ندير لكم بارت 2 ديال القصة. صراحة باقين أحداث واعرين في القصة. هادشي اللي كاين، وتهلاو.